على فرق بتفشل، كل الفشل لصالح مين؟ أقام دعوة تاني ضد مجلس إدارة دكتور جمال. يعني أنا زعلان وأنا بقول الكلام ده، لأن أنا ما بتكلمش غير بكلام من عندي. لما أقام دعوة ضد المجلس ساومه، قال له تنازل عن الدعوة مقابل عودتك أنت وأولادك للتدريب باسم النادي. الراجل قال لك خلاص أوكي هتنازل. بعد ما تنازل حصل في ايه؟ قالوا لا 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 انت بره في الشارع. حتى الكلمه دي الكلمه امانه. هو في ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ انتوا طلبتوا من الراجل يتنازل. ده كل انسان فينا هيقابل ربنا هيقول له ايه؟ هتقول له لا انا والنبي يا رب ما فيش ضحك على ربنا. يا جماعه راعوا ده احنا يعني النهارده انا موجود، ممكن بعد دقيقه ما ابقاش موجود. كلنا كده. في ايه؟ الراجل طلبت منه يتنازل عن الدعوه ورفض في الاول وضغطوا عليه ناس تنازل. بعد ما تنازل اختاروا الاتحاد المصري والدولي بعدم ادراك اسماء اولاده حتى ما يلعبوش، وشطبوهم هو واولاده وزوجته من سجلات النادي مره ثانيه. يعني بعد ما تنازل بلغوا الاتحاد الدولي والاتحاد العربي وادركوا اسمه مع اولاده انه دول يتشطبوا من سجلات النادي. لا في حاجه والله. من حوالي 4 سنين اولاده بيلعبوا طبعا باسم نادي الاسماعيليه وبدون تدريب منذ 4 سنوات. بقول لكم بيلعبوا بدون اسم نادي وبيتدربوا على حسابهم، وهو اصلا موجود في السعوديه. الراجل طلع يشتغل في السعوديه بيجي بالفلوس عشان ولاده بيتدربوا بره في الشارع في اي جيم من الجيمات اللي موجوده، بيلعبوا باسم نادي الاسماعيليه وبيحققوا لمصر اللي ما قدروش يحققوه الفرق اللي موجوده في نادي اليخت. انا ما اعرفش في ايه. وهنا هم على فكره اول افريقيا، مهند وزياد اول افريقيا لحد الاسبوع اللي فات. وانا الكلام ده انا بقول لكم الكلام ده جايبه بورق رسمي، وانا بقول بقى اتحدى اي حد من الاكاديميه يجي يكلمني. هو المطلوب ايه اللي احنا بنتكلم على ايه؟ عوده العضويه ورعايه الاولاد في النادي، مع العلم ان الان يعني والدهم الدكتور عصام مدرب بالسعوديه بجامعه الملك عبد العزيز، وهو الراجل بيقول لي انا ما اعرفش فيه ايه. احد اعضاء النادي ده بقى اللي جاي بقى مجلس اداره، لما يحبوا يتلككوا الاعضاء وعايزين يخلصوا عليهم، عشان ما هو اكيد الدكتور عصام ده في حاجه انا حاولت اضغط عليه عشان يتكلم في حاجات، قال لي يعني معلش عشان خاطري في حاجات ما اقدرش اتكلم فيها. احد اعضاء النادي شاهد ضد الدكتور وقال انه تلفظ بالقول على مجلس الاداره بتاريخ معين. برضه هو قال لي على التاريخ بس انا مش هعلنه لان هو لسه قايم بدعوه ثانيه. طلع ان التاريخ ده الراجل جاب لنا الورق والمستندات ان هو كان موجود في المملكه العربيه السعوديه. يعني بقى الباسبور بتاعه والتاشيرات والكلام ده ما بقاش كده، انما عشان يجيبوا ناس وتتبلى على ناس، ده بقى دي قله ادب. دي قله ادب على طول. هو الراجل عايز ايه؟ ده مش طالب عاوز يخش الجنه، ده طالب نادي عشان يرعى ولاده لحد الاسبوع اللي فات كانوا ابطال افريقيا. نادي اليخت بقى له الوقت الشراع، اليخت اللي هو في نادي اليخت في الاسكندريه لحد هذه اللحظه ما فيش حد عنده حقق بطولات من 4 سنين غير الولدين مهند وزياد. يبقى لصالح مين؟ وبيبعتوهم وبيخسروا، بيبعتوا الفرق وبتخسر الولدين دول على حسابهم وبيخشوا باسم مصر مش باساميهم، ده بيخشوا باسم مصر. ورغم كده حارمين الولاد انهم يخشوا النادي. بلاش يدخلوا الدكتور عصام، بلاش يدخلوا السيده حرمه، دخلوا ولاد. في ايه؟ ولاد كان اصلا اعضاء عاملين في النادي. هو كل ده عشان الدكتور عصام كان عاوز يخش مجلس اداره؟ ده معناه بقى مجلس اداره ده فيه بقى شغل كبير قوي بقى. ما انت بقى ما اقول ايه؟ ما هو اللي بيحصل قدامي ده انا بتكلم بالورق وبقول اتحدى ان اي حد. انا اما اتقال الموضوع ده ما كنتش مصدقه، لما جبت الورق وشفت قدامي الورق وعملنا معاهم حديث وشفنا البطلين الجمال اللي موجود قدامكم وبيحصل فيهم كده. لا دي قله ادب بصراحه، قله ادب. واللي عايز يزعل مني يزعل، لان لما بيلعبوا باسم مين؟ بيلعبوا باسم مصر. بقول لكم لحد الاسبوع اللي فات ابطال افريقيا. يرضي مين ده؟ فاحنا مستنيين الرد. اللي عاوز يرد اهلا وسهلا، احنا برنامجنا مفتوح. مش هقول لكم ما فيش حد، لا، لو حد اتصل دلوقتي عايز يخش في اي وقت اهلا وسهلا. اللي عاوز يجي يرد بالمستندات اهلا وسهلا. ان احنا اللي يحصل للولاد دول
لا ما ينفعش بالكلام ده. طبعا بعد اللقاء لما الولدين مهند وزياد بيقول لهم طب انتوا عايزين ايه؟ قال لك احنا هنقول ايه؟ نداء لسياده الرئيس، هو سياده الرئيس فاضلنا؟ او نداء للسيد علاء وجمال مبارك، هم برضه فاضيين لنا؟ لا احنا فاضيين لكم، لان انتوا شرفتوا مصر وابطال مصر، وانتوا شباب قدوه بالنسبه للشباب كلها، ولدين بسم الله ما شاء الله زي الفل، ومحققين ابطال افريقيا والافريقيه والعربيه وبطوله الجمهوريه، واسالوا عليهم في اسكندريه. والاسم بالكامل عشان برضه يبقى ايه، ما حدش يقول لك احنا بنجيب كلام ونقول عندنا ده الدكتور عصام ده عضو عامل، يا ريت يا محمد برضه يجيب لنا الاسم بتاعه بالكامل عشان نقوله للساده المشاهدين. فكل اللي بنطلبه بقول المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضه، وانا بقول الناس دي معاها حكم قضائي للرجوع. عصام عزة البكل موجود هنا قدامنا اهو، عصام عزة البكل. هو الدكتور عصام موجود في اسكندريه، واللي عاوز يكلمني ياخد تليفوناته اهلا وسهلا. انما عشان يحرم ولاد من النادي، والولاد بيلعبوا باسم مصر بره النادي بقى لهم 4 سنين، وكل الفرق بتفشل اللي هي داخل الاكاديميه وتمرنوا بره في الشارع، ده ما يرضيش ربنا، ما يرضيش ربنا. انا مستني الرد، وانا في الموضوع ده مش هسيبه، انا في الموضوع ده مش هسيبه، وعندي موضوعات كتيره، بس انا بحب اخلص حاجه حاجه على قد ما نقدر، وربنا يقدرنا ان شاء الله. دي كانت من الحاجات اللي هي يعني لما جات لي انا بقيت متعصب قوي، عصبتني جدا، لان لما ناس باسم مصر بتلعب، اي حد بيلعب باسم مصر نشيله فوق راسنا كلنا، لان الراجل بيخدم الرياضه. فاحنا ولدين نخليهم ينحرفوا بقى، يروحوا يقعدوا على قهاوي او كافيهات او الكلام ده، ما ينفعش يا جماعه. على كل حال احنا مستنيين الرد في اسرع وقت، انا هكلم المهندس حسن صقر ان شاء الله، وهشوف رد سريع جدا للدكتور عصام، ونطمنك ان شاء الله ترجع النادي معزز مكرم انت وعيلتك كلها اللي بتشرفونا على المستوى المحلي والمستوى الافريقي والمستوى القاري. دلوقتي احنا الفقره اللي جايه ان شاء الرحمن عندنا كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، في اسئله كتير جدا. بعض الناس تقول لك وايه اللي حصل للنادي الاهلي بعد ما مشي مانويل